نرحب بكم عبر الوطن الرياضي في الحديث مع المعلق الرياضي المعروف لقناة الكويت الرياضية. وقناة الكويت الرياضية طبعا تستعد لنقل الحدث الأكبر على مستوى كرة اليد العالمية في بطولة كأس العالم في نسختها 29 والتي ستقام في النرويج وكرواتيا والدنمارك. وطبعا الكويت منتخب الكويت يعود مرة أخرى للمشاركات الدولية. في البداية نرحب بالمعلق القدير كابتن محمد الشكري. كابتن محمد نرحب فيك. مساكم الله بالخير. كابتن محمد حدثني عن أول شيء عن أجواء أو استعداد والتحضيرات التلفزيون الكويتي لنقل هذا الحدث يعني الأكبر على مستوى كرة اليد. بداية أبو مهدي نحييك، طبعا نحييك وزاير، أنت من زاير، أنت يعني ولد البلد، أنت واحد منا وفينا وواحد من أهل الكويت. نحييك، نحيي أيضا جريدة الوطن الرياضية، أتمنى لها التوفيق في التغطية الإعلامية إن شاء الله لبطولة كأس العالم 29 والتي ستقام إن شاء الله في النرويج والدنمارك وبولندا. تلفزيون الكويت حريص طبعا كل الحرص على نقل مثل هذه المباريات مثل هذه البطولات، نظرا لمشاركة طبعا المنتخب الكويتي لكرة اليد بعد سنوات طويلة جدا. أعادت الآن مرة ثانية كرة اليد الكويتية إلى الواجهة الآسيوية، الواجهة العالمية، من خلال مشاركة منتخبنا الوطني في هذه البطولة. طبعا نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني بهذه البطولة، المنتخبات الخليجية، المنتخبات العربية إن شاء الله نتمنى له التوفيق إن شاء الله في مثل هذه البطولة وفي هذا المحفل الدولي الكبير، واللي الكل أتوقع العالم الآن عيون الناس وعيون العالم الآن على بطولة كأس العالم لكرة اليد، اللي يعني أتوقع أنها أخذت واجهة كبيرة وسمعة كبيرة للرياضيين والمتابعين والمشاهدين. بطولة قوية، بطولة فيها بعض الفرق اللي ممكن يقال لها طبعا أو يمكن ما لها أي منافسة كبيرة، ولكن من خلال المباريات التجريبية واستعدادات الفرق، منتخب إيطاليا، منتخب هولندا، من المنتخبات هذه اللي قاعد تعيد وتكتشف نفسها من أول وجديد في مثل هذه البطولات. فبالتالي أتوقع أن في أسماء جديدة راح تدخل من ضمن الكبار في هذه البطولة، نظرا لما يتمتع فيه المنتخبات التي تشارك في بعض المنتخبات بعد أيضا سنوات أوروبية، سنوات كبيرة لم تشارك في مثل هذه البطولات. أتوقع أنه راح يكون لها تمثيل كبير وتمثيل قوي في هذه البطولة. تلفزيون دولة الكويت مشكورة نقلت وسوف تنقل إن شاء الله هذه البطولة. تلفزيون دولة الكويت دائما سباق في مثل هذه المحافل ومثل هذه البطولات. لا زال أيضا في السنوات الماضية تلفزيون دولة الكويت يعتبر من الأوائل دول الخليج لعملية نقل بطولة كأس أوروبا أو أبطال أوروبا لكرة اليد. هذه الأمور يعني شيء يسجل لصالح صحيح. القناة الثالثة تلفزيون دولة الكويت. جميل. حدثني أيضا عن حظوظ المنتخب الكويتي، أو ما هو المطلوب من المنتخب الكويتي في يعني المشاركة في هذا الكاس. يجب أن نتكلم بواقعية ونكون واقعيين، يعني غياب طويل يعود الكويت إلى الواجهة العالمية من جديد. بالتالي ما هو المطلوب؟ المطلوب من المنتخب الكويتي برأيي الشخصي أنه يلعب للمتعة. أتمنى يبتعد عن الضغوطات، العب للمتعة وتمتع نفسك، العب بهذا المحفل وفخر. اللي يلعب اللاعب اللي شارك في بطولات كأس العالم يسجل باسمه انه شارك في بطولة العالم. العب للشعار الذي انت ترتديه، العب لسمعة الدولة، العب للعلم الذي سيرتفع وسيرفرف من ضمن الفرق اللي راح تشارك في هذا المحفل الكثير. في بعض الفرق الكبيرة أو في بعض الفرق أو بعض الدول تتمنى تشارك في مثل هذه البطولات. فبالتالي مثل هذا الأمر يعني أتمنى المنتخب الكويتي راح يكون فريق شرس في هذه المجموعة مع المنتخب الفرنسي. طبعا فارق كبير مع المنتخب الفرنسي. صحيح. المنتخب القطري اعتبره 50-50. أيضا المنتخب النمساوي اللي من الفرق اللي أتوقع راح يكون لها اسم في هذه البطولة. ولكن دائما أبو مهدي مباريات الافتتاح
في اول مباراه في البطوله تلعب بكل قوه. اتوقع المنتخب الكويتي راح يفاجئ المنتخب النمساوي بالشوط الاول. خبره المنتخب النمساوي، اللاعبين المحترفين، خبره لاعبين المنتخب النمساوي ممكن تتفوق يعني في الشوط الثاني. ابو جاسم، لو تكتك مدرب المنتخب الكويتي، هل ممكن يصعد الى يعني الدور الثاني؟ ممكن في ابو مهدي اذا لعب بطريقه صحيحه. والكابتن سعيد حجازي انا اسميه مورينيو كره اليد الكويتيه نظرا للخبره الكبيره، يعرف خبايا كره اليد الكويتيه بكل تفاصيلها، كل تفاصيلها وكل فتافيتها ايضا، يعني لهذه الدرجه. فهم سعيد حجازي، كابتن سعيد حجازي مثل ما اعيد واكرر من المدربين اللي اطلق عليهم دائما في الدوري المحلي، اسميه مورينيو كره اليد الكويتيه. ممكن يعمل مفاجاه في البطوله هذه او في المجموعه هذه. ممكن المنتخب الكويتي يكون من المنتخبات اللي راح تكون شرسه في هذه المجموعه. ممكن احط عليها 1000 خط، ممكن يقلب النتائج ويكون احد الفرق اللي نقول بعبع المجموعه راح يكون المنتخب الكويتي. جميل. اذا ما تحدثنا ايضا عن في مجمل البطوله، من تتوقع يكون في دور يعني الاربعه الكبار؟ من الاربعه الكبار التي يعني يتوقعها الكابتن محمد شكري؟ الدنمارك، على اعتبار انه بطل اخر 3 نسخ متتاليه. ايضا اللاعبين الموجودين يعني لاعبين كبار موجودين بقياده نيلسون الحارس الكبير. راح يكون موقع لاندن نفس الشيء. المنتخب اتوقع المنتخب المصري ممكن انه يوصل للاربعه الكبار. اتوقع المنتخب المصري نظرا لما يتمتع فيه اللاعبين من خبره كبيره. خلاص الان اللاعبين المصريين او نقول الكره المصريه الان في اوج مستواها وفي اوج نجوميتها من خلال اللاعبين اللي قاعد يشاركون في اعرق واقوى البطولات الاوروبيه. يحيى خالد يعتبر من اللاعبين ابناء الدرع، يعني صحيح بالضبط، من اللاعبين اللي يلعب بباريس سان جيرمان. فبالتالي يعني في يمكن 4-5 لاعبين يشاركون في ابطال اوروبا. صحيح. هذا الشيء راح ينعكس على مستوى الفريق المصري. شاهدنا الفريق المصري في اولمبياد فرنسا الاخيره والمستويات الجميله والرائعه صراحه اللي قدمها المنتخب الدنماركي، المنتخب المصري، المنتخب الايطالي. اتوقع من المنتخبات ايضا اللي راح تكون مفاجاه في هذه البطوله ايطاليا، وممكن ايضا هولندا. الفرق هذه اسبانيا، ما اقدر اقول لك 4، في 5-6 فرق ممكن راح. طيب والفرق التقليديه؟ فرنسا مو بمستواها. المانيا من خلال ما شاهدناه في ليش اقول لك مهدي، شوف انت لما تعكس المنتخب اعكس الفرق اللي قاعد تشارك في ابطال اوروبا. صحيح. الفرق الالمانيه من خلال ما شاهدناه في المباريات السابقه ما هو المنتخب اللي ممكن نشاهد وجوه مختلفه عن الاسماء التقليديه، المنتخبات التقليديه. راح نشاهد مفاجات في هذا الكاس. اتوقع في هذه البطوله، اتوقع في فرق. النرويج ايضا فريق يعني يقاتل دائما على الفايكنج، يصل الى يعني ادوار متقدمه جدا، ولكن يصل لحد معين دور الثمانيه وينزل مستواه. بس ممكن الفايكنج طبعا من الاسماء الكبيره. ايضا المنتخب النرويجي، المنتخب الايسلندي ايضا المنتخبات. ولكن على راس الاربعه الكبار اتوقع كرواتيا، اسبانيا، مصر، هولندا، ايطاليا. اتوقع الفرق هذه راح تصير مفاجاه. يمكن ما حد راح يقول يا معود هي اسبانيا وايطاليا، لا، اتوقع اسبانيا وايطاليا وهولندا اتوقع راح يدخلون في المعركه. هولندا يدربهم المدرب الشهير طبعا السويدي. بالضبط. حتى المستويات اللي قاعد يقدمها المنتخب الهولندي مستويات جميله ورائعه جدا. الاسماء الموجوده ممكن يكون مو معروفه، فهذا شيء من صالح الكره الهولنديه ان الاسم المو معروف يبي يثبت نفسه في بطوله كاس العالم. جميل. اذا كان هذا حديث طبعا الكابتن محمد شكري معلق قناه الكويت، وحديث عن كاس العالم. وحطوها طبعا حطوها خزنوها في الذاكره، هولندا وايطاليا
شكرا شكرا يا أبو للمعلق عبر صحيفة الوطن، كان هذا الحديث. شكرا يا ابو مهدي، واشكر صحيفه الوطن الرياضي على اتاحه الفرصه لنا بالحديث لبطوله كاس العالم. الله يوفق الجميع ان شاء الله، وخصوصا منتخباتنا الخليجيه ان شاء الله نتمنى لها التوفيق ان شاء الله في هذه البطوله. يعطيك العافيه. الله يعافيك.